معي مباشرة من بروكسل ضيفنا سعيدة جدا باستقباله الأستاذ هوشينك أوسي الباحث بالمركز الكردي السويدي للدراسات. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. صباح الخير، أهلا وسهلا بك وتحية لمستمعيك الكرام في تونس الحبيبة. شكرا لك. إذا نبحث معك هذا الاتفاق الذي يعني هو إن كان جاء نتيجة سلسلة من المفاوضات، لكن التوقيت كأنه كان مفاجئ. لقي ترحاب من قبل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى هناك في الداخل السوري. يعني كيف يمكن أن نفهم التوقيت في اختيار هذا الاتفاق، وما هي دوافعه فيما يتعلق بمضمونه؟ أولا الاتفاق لاقى ترحيب عربي أيضا وليس فقط أمريكي وتركي. الترحيب العربي مفهوم، لأنه العرب يريدون سوريا مستقرة، والأمريكيين أيضا ترحيبهم مفهوم باعتبار أنه قصد حليف أمريكي. يعتبرون قوات سوريا الديمقراطية كحليف في مكافحة الإرهاب وقتال تنظيم داعش الإرهابي. أما الترك عندما يرحبون فينبغي أن نضع علامة استفهام حول الموضوع. هم لا يرحبون بشيء إلا وأن يكون منسجما مع الرؤية التركية لقضايا القوميات والأقليات الدينية والقومية، سواء في تركيا أو في سوريا. وبالتالي الترحيب التركي في تقديري مرده أنه مضمون الاتفاق أتى منسجما مع المصالح التركية داخل سوريا. ذلك أن هذا الاتفاق لم يشير بوضوح إلى الكرد كشعب، ولم يشير إلى دولة يعني لا مركزية، ولم يحدد حقوق الكرد في طالما أنه قوات سوريا الديمقراطية تعتبر يعني مكونا أو ممثلا للشعب الكردي في سوريا. طبعا قوات قسد لا تمثل كل كرد سوريا، لكن تمثل جزءا مهما من الكرد في سوريا، والذين يتراوح تعدادهم بين 2 إلى 3 ملايين نسمة. وبالتالي الاتفاق بمضمونه نظر إليه الكرد بترحاب وقلق. يعني ترحاب أنه شيء إيجابي، جنب المناطق ذات الغالبية الكردية التصادم مع العاصمة دمشق عسكريا، لكن لم يمنح الكرد حقوقهم الديمقراطية، حقوقهم الوطنية داخل سوريا المستقبل. وأتى هذا الاتفاق مبهما صحيح، يعني أتى نتيجة مفاوضات سلمية ما بين قسد ودمشق، لكن أتى أيضا من الناحية الأخرى مخيبا للآمال الكردية، ويحظى بترحيب الجار التركي اللدود. إذا يبقى السؤال: ما الذي اضطر معناها مظلوم عمدي أن يقبل بهذا الاتفاق، خاصة أنه كانت سابقة يعني ظروف دولية أخرى فيما يخص تركيا؟ كنت ذكرت أنه ربما تركيا هي من أكثر المستفيدين، يعني بعد دعوة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا بوقف القتال والاتفاق، أنه يعني حل الحزب وتغيير جذري في الوضع، يعني وضع الحزب العمال الكردستاني. إذا لم يحقق هذا الاتفاق إضافة للمطالب التي يطالب بها الحزب الكردستاني طيلة 40 سنة فيما يتعلق بتركيا وكذلك الأكراد في سوريا، ما الذي تحقق لهم من هذا، وما الفائدة أو من المستفيد فعليا منه؟ أنا ذكرت في معرض حديثي أنه يعني جنب المنطقة مخاطر اقتتال داخلي سوري كردي عربي. هذا من جهة. جزء مهم من مكونات قوات سوريا الديمقراطية هم العرب، هم ليسوا فقط أكراد، هم عرب، هم سريان. وسريان يعني من القوميات القديمة والعريقة في سوريا. أصلا اسم سوريا آتي من السريان، يعني من كلمة سريان، يعني السريان والأشوريين والكرد هم من يعني القوميات والمكونات القومية المؤسسة لسوريا التاريخية ولسوريا السياسية. ما أجبر مظلوم عبدي
على القبول في تقديري هي الضغوطات الأمريكية بالدرجة الأولى. الأمريكيين أيضا كانوا وعلى يعني على عهد إدارة ترامب الجديدة يودون يعني حل الأمور العالقة سواء في أوكرانيا أو في العراق أو في سوريا بطريقة تجنب الأمريكيين المزيد من الخسائر، والآن يركزون على نقاط أخرى. يعني أمريكا في عهد ترامب لم تتحول إلى لا عنفية، بدليل نرى الحرب والهجمات الأمريكية على اليمن، لكن في سوريا الوضع مختلف ومتشابك يعني، وبالتالي الضغوط التي مورست على مظلوم عبدي في جزء منها هي التي دفعته للقبول على هذا الاتفاق. وأتى الإعلان الدستوري المؤقت يعني مخيبا أكثر وبل طاعنا في هذا الاتفاق، لأنه الإعلان الدستوري يعني بمحتواه نصا وروحا يريد تحويل سوريا من دولة إلى يعني كانت دولة علمانية على زمن نظام بشار الأسد إلى دولة دينية. يعني تراجع بالنسبة على مضمون الإعلان الدستوري يعني ستخلصين إلى هذه النتيجة أنه خلاص سوريا على مسار الدولة الدينية، ودولة دينية في سوريا في قلب الشرق الأوسط هي خطر على مصر، خطر على الواقع العربي. وصحيح أن العراق أيضا دولة دينية وخاضعة لإيران نتيجة الميليشيات الشيعية والأحزاب الشيعية التي ولاؤها لإيران أكثر من ولائها للعراق، لكن دولة دينية سنية ستعيد المنطقة إلى 1400 سنة إلى الوراء، وصراع ما بين سوريا معاوية بن أبي سفيان وعراق علي بن أبي طالب، ويعني تدخل المنطقة في دوامة ومعمعة الصراع التاريخي والثارات التاريخية التي كانت مبتدأها يعني الصراع في داخل قريش على السلطة بعد وفاة الرسول، وتحولت إلى الصراع بين القوميات والأمم الإسلامية أيهما أحق، هل كان معاوية على حق أم علي بن أبي طالب على حق. هذه الإحالات التاريخية والخلفيات التاريخية تسمم الحياة السياسية وتحول دون قيام دولة وطنية منصفة وعادلة ومحايدة. وفي هذه النقطة نعم أستاذ هوشنكي أوسي، يعني هناك مسألة أخرى في ظل كما قلت يعني ربما المتغيرات الجذرية التي يشهدها اليوم المكون الأساسي للمستقبل السياسي لسوريا، كذلك مسألة الطائفية واستقطاب الدروز من قبل إسرائيل. يعني شفنا وفد يضم تقريبا 20 رجل دين درزي من جنوب سوريا زاروا إسرائيل، هذه تقريبا لأول مرة منذ 50 سنة. لماذا اليوم هذا التحرك نحو إسرائيل، ولماذا تستميت إسرائيل على استقطاب وحماية أو يعني بقاء دروز تحت سيطرتها وحمايتها؟ طيب، وسؤال جيد وسؤال جميل. طيب إذا طرحنا نفس هذا السؤال، ولماذا تحاول تركيا استقطاب السنة؟ نعم. ولماذا تحاول إيران استقطاب الشيعة والعلويين؟ ولماذا تحاول فرنسا استقطاب العلويين؟ لكل هذه والأمريكيين تحاول استقطاب قسد والأكراد لكن يعني الأمر يختلف بالنسبة لإسرائيل لأنها دولة احتلال حتى لهضبة الجولان. بالنسبة لسوريا هناك قصف للمناطق المتاخمة لدمشق، يعني تقدم من قبل الجيش الإسرائيلي، يعني هناك خطر على استقلال إسرائيل على استقلال سوريا. وتركيا أيضا دولة احتلال. نعم. تركيا لواء اسكندرون منذ عام 1939 وتحتل ريف إدلب وتحتل مناطق عفرين، هي أيضا دولة احتلال. أنا أحاول أن أفسر. نعم. يعني أن أشترك معك في فك هذه الاشتباكات وتفسير المشهد. في تقديري أنه الإسرائيليين يريدون يعني أن يكون لهم دور في سوريا المستقبل. النظام السابق نظام حافظ الأسد، ومنذ عام 1974 وحتى وفاة حافظ الأسد في سنة 2000 وحتى هروب بشار الأسد كهروب يعني زين العابدين بن علي من تونس، يعني كلاهما هرب في ليلة ما فيها ضوء قمر
كما يقال. هذا النظام السوري على زمن الأسد الأب والأسد الابن، على زمن الأسدين، يعني لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل، ولم يسعى إلى تحرير الجولان وفتح الجبهات وكذا، وكان يعني في حالة لا سلم ولا حرب. وهذه الحالة كانت مريحة لإسرائيل. الآن إسرائيل تتخوف من أي نظام جديد يحاول بطريقة أو بأخرى أن يشتبك مع الإسرائيليين، وبالتالي تركيا الإسلامية أصبحت على حدود إسرائيل. يعني إذا استتب لتركيا الحكم ونظام الحكم وترتيب الدولة وهيكلة الدولة وفق منطق أهل السنة والجماعة، ومش يعني اليوم نفهم من كلامك أستاذ هوشنكي أوسي، اليوم أحمد الشرع غير قادر على مجابهة الاعتداء الإسرائيلي داخل الأراضي السورية؟ هو غير قادر على مجابهة الاحتلال الإسرائيلي بالطريقة العسكرية، لكنه قادر على تحشيد. يعني هل سمعتي وأنت يعني متابعة وصحفية ويعني معنية بالشؤون، متابعة القضايا والشؤون السياسية، هل سمعتي أن سوريا الحالية بحلفائها، بقطر، بالسعودية، بتركيا حتى، يعني بالدول الداعمة لهذا النظام الجديد، هل دعوا مجلس الأمن إلى انعقاد جلسة ضد يعني لرد الاحتلال من القصف؟ لا. هل دعوا جامعة الدول العربية إلى إصدار بيان شاجب ومندد للاعتداءات الإسرائيلية؟ لا. يعني لا يوجد شيء من هذا القبيل. لكن هذا النظام مع الأسف الشديد قائم على يعني مسألة التخوين والتكفير. يعني رأيتي ما حدث في الساحل السوري، مناطق العلويين، أكثر من 1000 شخص من المدنيين قتلوا بحجة أن هنالك فلول النظام السوري استهدف رجال الأمن التابعين لنظام أحمد الشرع. طيب أحمد الشرع بإمكانهم رد النيران العسكرية بنيران عسكرية، مش نيران تستهدف المدنيين. يعني مجازر مروعة حدثت في الساحل السوري، منطقها وأساسها التكفير. الآن ينظرون إلى سابقا كانوا يخونون الأكراد على أساس أنه الكرد في قسد مع الأمريكيين، الآن اتسعت الدائرة إلى تخوين الدروز. طيب نظام قائم على هذه الثنائية، ثنائية التكفير والتخوين، كيف سيدير دولة متنوعة القوميات والإثنيات مثل سوريا؟ يعني يتحدثون كثيرا عن دولة وطنية وعن دولة يتساوى فيها الكردي والعربي. طبعا لا يذكرون الكردي والعربي في الدستور أو في الإعلان الدستوري، يتساوى فيها المواطنون أمام القانون. لكن في هنالك بنود صريحة في هذا الإعلان الدستوري تقول أولا دين رئيس الدولة هو الإسلام. هذا يعني أن المسيحي لا يمكن أن يكون رئيس جمهورية مستقبلي لسوريا. هذا أولا. اثنين، يشيرون إلى أنه الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع. جيد، لكن بإمكانهم أن يذكروا أيضا أنه الدين المسيحي واليهودي والإيزيدي. طيب أبناء هذه الديانات الأخرى ماذا يفعلون بأنفسهم؟ نعم. في تقديري الدول المتنوعة القوميات والأديان والطوائف هي دول توافقية، مثل الدولة التي أعيش فيها الآن بلجيكا، فيها الفلاندرز والوالون والألمان، وهي دولة صغيرة يعني مساحتها ربما ثلث أو ربع مساحة سوريا. دولة فيدرالية. نعم. دولة فيدرالية وهي قلب الاتحاد الأوروبي وتحتوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهنالك دستور ناظم للعلاقة ما بين المجتمع المتنوع القوميات والثقافات وما بين مؤسسات الدولة. هذا غير موجود. طيب أستاذ هوشنكي أوسي، آخر سؤال نختم به هذا اللقاء معك. يعني المبعوث الهولندي السابق لسوريا في حوار له على قناة CNBC العربية قال احتمال تحول النظام الجديد في دمشق لشكل آخر من السلطوية أمر وارد للغاية. اليوم ما هي التحديات الداخلية والخارجية المطروحة يعني أمام مستقبل سوريا والتي تحول دون الديمقراطية إلى جانب النقاط التي ذكرتها؟ طبعا النظام السوري سقط وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء إلى سنة 70 عندما انقلب حافظ الأسد على رفاقه البعثيين، وبعدين ورث السلطة لابنه بعد وفاته أو قبل وفاته حتى في سنة 2000. العقارب لن تعود إلى الوراء. لكن هنالك جماعة
استولت يعني استلمت السلطة في سوريا، تريد إعادة عقارب الساعة 1400 سنة إلى الحقبة الأموية، يعني إلى السلف الصالح والدولة الدينية. هذا مستحيل. يعني خياران أمام سوريا: إما الدولة الوطنية المحترمة، الدولة الديمقراطية. يعني السوريون لا يطلبون شيئا كثير، يعني نظام حكم يشبه النظام التونسي، دولة تحترم النساء، دولة تحترم الديمقراطية، دولة فيها مؤسسات، فيها برلمان، فيها رئيس منتخب، يعني ولا نريد شيئا أكثر من ذلك. لكن أن يأتي رئيس جماعة دينية حتى الآن مصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية ويحكمنا، يعني للأسف الشديد هذا شيء مخيب للآمال أولا، ومقلق ومرعب لكل المكونات السورية. في تقديري السوريين لن يسكتوا، يعني مهما بلغ حجم الدعم الذي يتلقاه نظام أحمد الشرع. التاريخ يقول، الجغرافيا تقول، علم الاجتماع يقول أن سوريا دولة متعددة القوميات والأديان والطوائف والمذاهب، لا يمكن أن يحكمها طائفة واحدة وقومية واحدة وملة واحدة وجماعة واحدة، يعني يستحيل ذلك. أمام سوريا خياران: إما الدولة الوطنية التي تحترم مكوناتها وتحترم القانون الدولي وتحترم كل الأديان والطوائف والمذاهب، أو الدولة الدينية على مذهب أهل السنة والجماعة، ونفس المسار اللي كان يعني تونس على وشك أن تنزلق إليه بقيادة الغنوشي، وقد فشل الإخوان في تونس، وأيضا سيفشل الإخوان والجماعات الإسلامية في سوريا أيضا. شكرا لك أستاذ هوشنكي أوسي، الباحث بالمركز الكردي السويدي.